السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. هنعمل مع بعض النهارده كيك الشاي اليومي. كده الصبح كده لما تقومي كوبايه شاي او في اي وقت محتاجه حاجه كويسه، حاجه حلوه مع كوبايه شاي بحليب او كوبايه شاي ساده، او للولاد حابين ياكلوا كيك مع الشاي. نعمل كده قالب من الكيك حلو قوي وطعمه كمان جميل ومكوناته موجوده في البيت بطريقه سهله جدا وبسيطه. ويبقى معانا انجليش كيك تحفة بجد، طعمه حلو قوي وهيعجبك جدا. زي ما انتم شايفين كده انا بقطعه شرايح زي ما احنا كنا بنشوفه كده في الكافيهات او بنسافر كده في بيتقدم لنا كده مع الشاي. هنشوفه كده القالب، بصوا شكله عامل ازاي. تحفة جدا وشرايح كده جميلة وهشة. يلا نقول بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. معايا 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، ومعايا كوبايه ونص سكر. لو مش حابه ان هو يبقى الكيك معاكي مسكر شويه حطي كوبايه وربع. تمام. انا ما مليتش نص كوبايه قوي، يعني اقل من نص كوبايه. على ال3 بيضات هضربهم كويس جدا لغايه ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده بالمضرب. وبعد كده معايا معلقه من الخل وهضربها كويس. ومعايا كوبايه الا ربع من الزيت. ادي نص كوبايه بالكوبايه المعياريه او بكوبايه الشاي العاديه اللي هي المقيد، اللي هي المج بتاع الشاي. حطيت نص الكوبايه وهضربه، وبعد كده اضيف الربع التاني شويه بشويه. اضرب الزيت مع المكونات السكر والبيض. 3 بيضات، فانيليا كوبايه وربع سكر او كوبايه ونص سكر، وتلات ارباع زيت، ومعايا كوبايه من الحليب. هضربها برضو مع المواد السائله ديت. وبعد كده يبقى كده عندنا المواد الجافه اللي باقيه. هنجيب بقى الدقيق. طبعا الدقيق لازم نكون نخينه كويس، كل ما يكون منخول بيديني نتيجة حلوة جدا، بيدي كده هشاشة للكيك بتاعه، وبيبقى خفيف كده من جوه. انا هنا معايا كوبايتين ونص من الدقيق. احط شوية بشوية، انا مش بضرب بالمضرب ولا حاجة، انا بس بقلب الدقيق بتاعي عشان اخلطه. مش عايزة تاخدي الخطوة دي بالمضرب، ممكن بالسباتولا او بالمضرب الويسك اليدوي. انا بس بقلب الدقيق بس، مش اكتر من كده. هحط الكوبايتين ونص، طبعا حاطه معاهم ذره من الملح وكمان معلقه من البيكنج باودر. هقلبهم كويس جدا. وبعد كده هكون محضره القالب بتاعي دهناه ماده دهنيه، زبده او زيت. انا دهناه زبده. تمام. كده انا خلاص بدأت ان انا كده خلاص هخلص. هجيب بقى السباتولا عشان اتأكد اذا كان في القاع البولة بتاعتي اي دقيق ما اختلطش بمواد السايلة. هقلبها كويس عشان اشوف في دقيق تحت ولا لا ما اختلطش في كده في الجوانب، وهقلبها كويس مفيش اي حاجة. واخد الدقيق في الجوانب واقلبه كويس مع الكيك بتاعي. تمام. وهنجيب بقى القالب، وطبعا نكون مستخدمين الفرن درجة حرارة من 180 ل 200 على حسب الفرن بتاعك. تمام. تمام. هحط بقى هنا كل العجينة بتاعتي السائل بتاع الكيك، وهسيب كده معلقتين من السائل بتاع الكيك. وهجيب البولة، وهجيب معلقة من الكاكاو الخام. لو انت عايزة تسيبيها فانيليا زي ما هي خليها زي ما هي. انا عايزة كده يبقى زي ما انتوا شفتوا الشكل اللي انا قدمته، اللي هي تبقى فيها زي الشوكولاتة من جوه. هحط كده معلقه من اللبن ومعلقه من الكاكاو الخام، واقلب المعلقتين اللي انا سبتهم في القاع بتاع البوله، واقلبهم كويس جدا. وهجيب القالب بتاعي عشان نحط عليه السائل بتاع الكيك اللي عملناه بالشوكولاته. تمام. تمام. لو عايزه تحطي بقى شوكليت شيبس بدل الخطوه اللي انا عملتها دي، ممكن تحطي في قلب العجينه بتاعه الكيك الشوكليت شيبس، وما تعمليش الخطوه دي. انا هحطهم كده في النص بتاع في القالب كده. هنزل كل الخليط بتاعي في نص كده القالب، وهجيب الخله بتاعت الشيش طاووق وهتشوفوا هعمل بيها ايه. تمام كده. اتمنى لو لسه معايا مكملين لغايه دلوقتي متنسونيش في الشير واللايك وسبسكرايب للقناه وتعليق حلو منكم عشان يشجعني. وطبعا القناه مش هتكبر غير بيكم، لان انتوا عيلتي ومش هكبر غير بيكم. اتمنى اكون فيديوهاتي بتعجبكم. في اي تعليق او اي حاجه سلبيه ممكن تسيبوها لي في الكومنت. وطبعا احنا كلنا بنتعلم من بعض. انا هفضل كده رايحه جايه بالخله بتاعت الشيش طاووق كده علشان انزل الشوكولات بتاعي في قلب الكيك من جوه. تمام كده. بس رايح جاي مرتين 3 كده وبس كده. تمام كده.
هاخد بقى القالب اخبطه خبطتين كده عشان لو في اي فراغات من الهواء تنزل وانا بخبطه كده. هدخله بقى الفرن ونشوف الكيك بتاعنا بعد ما يخرج من الفرن يبقى شكله ازاي. انا بقول لكم هنا ان انا طبعا لازم نعمل بالخطوه دي بالخله بتاعت الشيش طاووق لو انتوا حابين تعملوا الخطوه دي. انا هنا القالب بتاعي خلاص طلع من الفرن، طبعا سيبته يهدى شويه، ما بردش قوي، طبعا انت تسيبيه يبرد لغايه ما يبرد خالص عشان تقطعيه، عشان ما يتقطعش معاكي بسكينه بقى مشنشره، وابتدي ان انا اقطع شرايح شرايح زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبعا لان احنا مش عاملين صينيه ولا حاجه، عايز تعملي الكيك نفسه ده مش كيك شرايح كده زي الانجليش كيك كده، ممكن بقى تجيبي صينيه مدوره او مربعه وتحطي فيه السائل بتاع الكيك، لكن دوت لازم يكون في القالب بتاع الانجليش كيك. انا بقطعها شرايح زي ما انتوا شايفين بالسمك اللي انتوا شايفينه دوت كده. يبقى كده تمام، الكيك بتاعنا جاهز. اتمنى يا رب يكون عجبكم وهيعجبكم جدا بجد، مع الشاي بيبقى طعمه تحفه جدا. وادي الكيك بتاعنا خلاص خلص. شكل القالب تحفه بجد، بيعمل معايا كميه كبيره جدا. العجينه من الكيك بتاعي هش جدا وقطني، لان طبعا لازم ننخل الدقيق كويس جدا عشان، ومعلقه الخل بتدي معانا هشاشه برضو للكيك. اتمنى يا رب يكون الفيديو